تسييح الزبدة البلدي يعتبر حاجة سهلة جدا، لكن في نفس الوقت ليها خطوات وشوية تريكات إن ما خدناش بالنا منهم مش بتطلع معانا مظبوطة. في الفيديو ده هنشوف كل الخطوات بطريقة تسييح الزبدة وإزاي نطلع منها سمنة صافية جدا وكمان مرملة. تابعوني لآخر الفيديو. الزبدة بتاعتنا مجمدة زي ما احنا شايفين، لأن أفضل طريقة لحفظ الزبدة هو في الفريزر. بتقعد فترات طويلة جدا، ولما بنخرجها نستخدمها سواء إذا كانت زبدة أو هنسيحها سمنة فبتبقى كأنها لسه فريش وطازة. المفروض عشان ما تاخدش وقت معانا طويل فلغاية لما تفك وتسيح بنقطعها بالسكينة لأجزاء صغيرة، لكن أنا الكمية اللي بسيحها هنا هي مجرد كيلو، فهي كمية صغيرة مش مستاهلة إن أنا أقطعها، هتسيح معانا بسرعة. درجات الحرارة مهمة جدا في عملية تسييح الزبدة، لازم ناخد بالنا منها. لازم تكون درجات الحرارة بتاعتنا متدرجة، يعني لما تكون لسه جامدة في الأول زي ما احنا شايفين كده بنخلي درجة الحرارة أقل من المتوسطة، يعني تكون مايلة للهادية عشان الزبدة بتاعتي ما تلسعش أو تشيط من تحت. لما بتسيح خالص زي ما احنا شايفين كده وتبتدي تطلع معانا الرغوة دي اسمها رغوة التسييح. الرغوة اللي بتبقى في البداية دي اسمها رغوة التسييح أو رغوة ذوبان الزبدة. كده احنا نبتدي بقى نعلي درجة الحرارة بتاعتنا فوق المتوسطة عشان نبتدي نسوي الزبدة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين هتبتدي بعد كده تغلي. طبعا انا بختصر لكم المراحل لكن هي بتاخد وقت، والتقليب المستمر هو شرط اساسي لنجاح عملية تسييح الزبدة. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا بنبخر المية اللي موجودة جوه الزبدة عشان نخلي المتبقي هو الدهون الصافية تماما اللي هي بتبقى تتحول معانا الى السمن. واللي في الوش ده هنشوف دلوقتي، بص خرز ازاي الكتل الصغيرة او القطع الصغيرة دي القطع الصلبة بتاعة الحليب أو بتاعة دسم الحليب اللي في الآخر بتسقط تحت في آخر الحلة وتتحول معايا إلى المر. هنلاقي مع مرور الوقت وكل ما نقرب من عملية التسوية الكاملة إن كل الشوائب اللي على الوش دي أو القطع الدهنية الصغيرة الموجودة على الوش دي هتبتدي تترسب معانا في قاع الحلة وتبتدي تستوي، وهي دي اللي بتتحول للمرطة، وممكن نعتبرها هي المقياس لإتمام عملية تسييح الزبدة بشكل كامل. أول ما الوش ده يروق تماما من كل الشوائب اللي احنا شايفينها دي او كل قطعة دسم اللي احنا شايفينها دي عشان نكون دقيقين، يبقى كده احنا السمنة بتاعتنا خلاص استوت والزبدة بتاعتنا استوت الى الدرجة المطلوبة. زي ما احنا شايفين هتبتدي تقل شوية بشوية، وبعد كده هتبتدي السمنة تفور او تطلع الفقاقيع او البابلز اللي هنشوفها على الوش زي ما احنا شايفين دلوقتي. طب هل كده هي راقت تماما؟ هنلاقي بصوا في الجناب لسه حبة صغيرين، انا مش عاوز ولا فتفوتة تبقى على السطح، عاوز كله ينزل تحت. وزي ما قلت التقليب المستمر، لان احنا لو سيبنا الفتافيت الدهنية دي او القطع الدهنية دي في قاع الحلة شوية من غير ما نقلبهم هيلسعوا، وهنلاقي المرتة بتاعتنا شاطت ولونها غمق بسرعة. طيب اللون المناسب للمرتة ايه؟ اللي هو اللون البني الفاتح او الاشقر الذهبي. كده خلاص هي المرتة بتاعتنا ترسبت كلها تحت. طفينا النار ونسيبها على البوتاجاز كده لمدة تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع لغاية لما تهدى. وفي المرحلة دي بنعقم البرطمانات بتاعتنا وبنجهزها لاستقبال السمنة. هنعقمها إزاي؟ نغسلها كويس جدا وتكون برطمانات إزاز يا ريت، ونحطها في الفرن على درجة حرارة 160 لغاية لما تبخر بواقي المياه اللي جواها، وبعد كده نصب فيها السمنة مباشرة ونسيبها ونقفلها. وهقول لكم على تركة مهمة جدا تطلع السمنة ازاي معانا مخرزة ومرملة زي ما بنقول. بصوا بقى دلوقتي السمنة بتاعتنا خلاص بردت وهنصبها في البرطمانات، والمفروض ان احنا نشيل البرطمان في التلاجة والموضوع على كده خلاص انتهى. لا، هقول لكم على حاجة. لو الزبدة بتاعتنا احنا جايبينها من مصدر موثوق منه ومتأكدين ان هي مش مغشوشة او فيها مضاف عليها اي شيء من الحاجات اللي ممكن تخليها مش بيور، احنا ممكن نسيبها تجمد لوحدها في الجو الطبيعي، يعني في درجة حرارة الغرفة الطبيعية. يعني معقولة ان السمنة تجمد معانا لوحدها من غير ما ندخلها التلاجة وفي الجو العادي؟ ايوه ممكن. هنغطي السمنة بتاعتنا ونحطها في مكان يكون فيه هواء وتكون درجة حرارته معتدلة. نحطها مثلا قدام الشباك أو قدام البلكونة، حاجة تكون جايبة تيار هواء بارد، ويفضل لو كمان مكان فيه تكييف. ونغطي السمنة بتاعتنا كويس ونسيبها من بالليل للصبح، هنصحى نلاقيها متجمدة ومرملة وزي الفل. زي ما احنا شايفين كده انا سبتها من بالليل للصبح، صحيت لقيتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بالمنظر ده او بالطريقة دي هتعمل الترميلة وهتعمل التخريزة اللي احنا كلنا متعودين عليها في السمنة البلدي بتاعتنا. لكن لو دخلت التلاجة على طول هتلاقوها تجمد وكل حاجة، ولكن مش هتدينا الترميلة الحلوة دي. وزي ما احنا شايفين القوام بتاعها عامل ازاي،
اللهم بارك. طبعا الزبدة دي احنا جايبينها من عند سما سيف النصر. سما سيف النصر غنية عن التعريف وكل الناس بتشهد لها وبتشهد بجودة منتجاتها. هسيب لكم كمان الرابط بتاع الجروب بتاعها أسفل الفيديو في الديسكريبشن أو في أول تعليق على الفيسبوك، اللي حابب يتواصل معاها لو حابين تطلبوا منها أي أوردرات أونلاين. ومش هتندموا، الحاجة بتاعتها فعلا ممتازة بشهادة كل الناس اللي اتعاملت معاها قبل كده. لو حبينا نلخص الفيديو كله في نصيحة هنقول إن إحنا لازم نصبر وندي الزبدة حقها على البوتاجاز وهي بتسيح لغاية لما تتحول معانا إلى سمن صافي ورايق بنسبة 100%. لازم نستحمل الوقت لأن هي معلش ممكن تكون بتاخد وقت طويل شوية، لكن في النهاية المنتج النهائي بيطلع منتج مظبوط. وطبعا شرط أساسي الوعاء بتاعنا سواء برطمانات زجاجية أو أي وعاء هنضيف فيه السمنة يكون وعاء متنضف كويس ويكون متطهر كويس ومتعقم علشان السمنة بتاعتنا تعيش لأطول فترة ممكنة. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مشتركش معنا في القناة يا ريت يشرفنا بالاشتراك، وانتظروني إن شاء الله فيديوهات جديدة على قناتكم قناة شيف محمد شحاتة. مع ألف مليون سلامة.